يا صباح الفل يا صباح الجمال على احلى اخوات وعلى احلى متابعين. النهارده بقى هنغير بدل سندوتشات المدارس ووجع الدماغ اللي احنا فيه كل يوم. هنعمل ايه؟ هنعمل لاولادنا النهارده ميني بيتزا مش مكلفاني اي حاجه خالص، من غير جبنه موتزاريلا، بكوبايتين دقيق هتعملي الكميه دي كلها. يلا هيصيهم واعملي لهم ميني بيتزا. طبعا كلنا بنحب صغيرين وكبار البيتزا، فان شاء الله هتعجبهم وهيقولوا لك كل يوم عايزين ناكل ميني بيتزا. وصفه سهله ما فيهاش اي حاجه خالص، بكوبايتين دقيق. عندي هنا كوبايتين دقيق، معلقه خميره فوريه، ذره ملح، معلقه ونص سكر، ومعلقتين زيت زيتون. عندك زيت زيتون يا سيدي على الجمال والحلاوه، هتطلع معاكي عظمه. ما عندكيش اي معلقتين زيت ان شاء الله حاطه زيت تومين. هنديهم بقى كده تقليبه حلوه، ومعانا بقى الميه الفتره بتاعتنا، خميره يعني ميه دافيه زي ده العين كده. هنزل بقى بالميه حبه حبه لحد لما العجينه تتلم معايا، وعايزاها كده تكون فيها تلزيقه خفيفه قوي، يعني ما تقوليش بقى ان هي بتلزق عايزه دقيق، لا، انا عايزاها كده عشان هتطلع معايا قطنيه وجميله. انا بقى لميت العجينه كده ونزلت بقى المفرش بتاع السيليكون ده، وقعدت اديها كده ايه ضربتين حلوين بقى بايدي، اجيبها يمين واجيبها شمال لحد العجينه لما اتلمت معايا. جبت بقى البوله بتاعتي او الميكسر ده، حطيت فيه كده نقطه زيت، وغرقت بقى العجينه ايه من هنا ومن هنا كده زي ما انتم شايفين، بنقطه الزيت غرقت الدنيا. جيبي بقى الغطا بتاع الميكسر، غطيه بستريتش ريب اي حاجه وسيبيها تخمر. بعد ما خمرت طلعت معانا بالشكل ده. هنبتدي بقى دلوقتي نقرصها. عندك بقى فكرتين، تقرصي زي حالاتي كده تعمليها زي القرصه، او تاخدي القطعه اللي على قد المقاس اللي انت تحبيه. تمام. عايزه تفردي العجينه وتقطعيها بالقطاعه، تفرديها بالمردانه وتقطعيها كلها قطع زي بعض، اللي يريحك اعمليه. انا اديتك الفكره وانت اعملي اللي انت عايزاه. جبت بقى صينيه عندي هنا مدهونه خفيف زيت، وهبتدي ان انا اقرص كل واحده ميني بيتزا قد التانيه، يعني كل قرصه كده هقرصها قد التانيه، وابتدي ان انا افردها كده بايدي، وبرده هتخمر معايا تاني. بقول لكم عادي العجينه كده بتلزق سنه، بس هي ناجحه جدا، طالعه قطنيه وهشه زي ما انتم شفتوها في اول فيديو. عندي بقى هنا الصلصه عباره عن معلقتين صلصه، رشه زعتر، رشه ملح، رشه فلفل اسود، فص ثوم مقطعه على 4 وحطاه وشلته في الاخر، ومعلقتين من الزيت، واتسبكت معايا الصلصه زي ما انتم شايفين، ريحه وطعم عظمه. هبتدي بقى كده ان انا ايه احط الصلصه بتاعتي في كل واحده بيتزايه. وعندي بقى هنا الحشو بقى اللي عندك موجود. انا عندي هنا فلفل مقطعه قطع، عيالي مش بيحبوا ولا الفلفل كتير ولا الطماطم كتير. انت ممكن تحشي فلفل وطماطم وجبنه رومي مبشوره، ممكن تحشي اي بقى حشوه، بسطرمه. انا كان عندي كام واحده سوسيس كده حطيتهم قطعتهم زي ما انتم شايفين وحشيت بيهم. ممكن تعمليه بجبن ميكس جبن، بس الحشو اللي موجود عندك اعمليه. هنا بقى الجبنه يا جماعه الموتزاريلا كانت عندي حته صغيره وانا حبيت ان انا اصور بيها. عايزه اقول لكم الجبنه الموتزاريلا النباتي دي محدش يشتريها نهائي. انا جوزي جابها وهو ما يعرفش ان هي نباتي ولا لا، جاب جبنه موتزاريلا. انا بقى هنا قطعت جبنه رومي قطع، وما كانش عندي وقت ان انا ابشرها، بس عايزه اقول لكم اللي بالجبنه الرومي طالعه عظمه. خلصت معايا، بقول لكم بصوا مش بتسيح، هي عباره عن بيبقى ده شكلها بس. خلصت بقى كده معايا البيتزا دي، كانت اول صينيه طالعه معايا. على بال ما نكمل الكميه، الكوبايتين دي عملوا لي العظمه دي كلها. بجد تستاهل التجربه ولا ما تستاهلش؟ طالعه هشه، قطنيه، ريحه، طعم، كل حاجه فيها 10 على 10 ومظبوطه. بجد اتمنى ان انتوا تجربوها، ما فيهاش اي حاجه، هما كوبايتين دقيق وميه وعملنا بيها الميني بيتزا. مش مكلفه، ما كلفتنيش اي حاجه، باي حاجه موجوده عندك في البيت هتعمليها. يا رب الفيديو يعجبكم. كنت معاكم رشا السيد، اشوفكم في فيديو جديد، وسلام.